السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي حبيباتي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. انا اتأخرت عليكم في الفيديو ده، بس النهاردة هنتكلم وهنكمل موضوع الابن لما بيتغير. طبعا انا قلت لكم ان انا هتكلم على الموضوع ده في فيديو لوحده. بالنسبة للأمهات اللي بتلاقي ابنها اتغير بعد ما اتجوز، على طول تروح لازقة التغيير ده في مراته. طب ليه يا حاجة؟ ايش عرفك مراته دي هي اللي غيرته، ولا هو حابب انه يتغير ولا يمكن هي ملهاش علاقة؟ يمكن في مواقف حصلت بينكو خلته هو يتغير على هذا المنطلق. في بقى فكرة تانية او وجهة نظر تانية، دي وجهة نظري انا، ان ابنك لو اتغير تبقى في قصور في التربية منك انتي، يعني العيب في الاساس راجع لتربيته لامه. هتقولوا لي ازاي بقى؟ ده انا تعبت وطلع عيني في تربية ابني، ازاي بقى يطلع فيه قصور ومش فيه قصور؟ هقولك يا ست الكل، فرضنا اني مرات ابنك دي الساحرة الشريرة، ست مش كويسة، صفاتها وحشة، حالتها النفسية مش طبيعية، ست كيادة فيها كل عبر الدنيا اللي نتخيلها وما نتخيلهاش. الكسور اللي هنا بقولك ليه كلمة تجيبه وكلمة توديه؟ ليه انا ابني اللي ربيته وتعبت فيه لما مراته تقول له كلمه على اهله يجي معاها ويقول اه صح انت معاكي حق، ولما امه تقول له كلمه على مراته يقول لها اه صح انت معاكي حق؟ يبقى انا هنا ما ربيتش راجل، انا ربيت شيخه. تزعليش مني، شيخه كلمه توديه وكلمه تجيبه. لا، الراجل اللي انا بتكلم عليه ان انا اربي ابني متحمل المسؤوليه، يعرف يعني ايه بيت، يعرف يعني ايه زوجه، يعرف يعني ايه ام، يعرف يعني ايه راجل، يعرف امتى يوقف مراته عند حدها، يعرف امتى لما امه تكلمه يقول لها لا ستوب، ده بيتي وده عيالي وده حياتي، من غير ما يجرح امه او يجي عليها. يعني في الاساس تربيتك انتي اللي بتحصديها، انتي اللي طلعتي واحد مش سوي، انتي اللي طلعتي واحد اول ما مراته تقول له يعني بيدور على حاجه، زي ما بتقول كده الامهات ان عشان مراته يعني ماشي، ما هو عشان مراته بتلبس له وبتعمل له وبتدلع له، يجي على امه اللي خلفته وربته، على اخواته اللي من نفس دمه اللي مش ممكن يتعوضوا. يبقى القصور هنا فين؟ القصور عندك في التربية. يعني لما تلومي على حد هتلومي على نفسك. انا بقولك فرضنا ان زوجته دي شريرة، ست ما تتعاشرش، لو هو راجل صح مش هيسمح لها انها تجيب سيرة اهله لا بالخير ولا بالشر. انت ليكي بيتك وانا وعيالك وتتكلمي في النقاش ده في الحيز ده، ما تجيبيش سيره اهلي، مش عاجبينك ما تتعامليش معاهم. راجل، راجل سند وظهر الام ولزوجته ولاخته وسند لاخوه ولابوه. راجل، انا بتكلم على الراجل، وفي فرق شاسع ما بين الراجل وما بين الذكر زي ما قلت قبل كده. يبقى انت هنا ربيتي راجل لما يعرف يحدد لكل واحد وضعه ومكانته، لما يبقى عارف ان مكانة امه هنا ومكانة زوجته هنا، لا دي تيجي على دي ولا دي تيجي على دي. يبقى عارف امتى يوقف كل واحد عند حده، امتى يتحمل مسؤولية البيت واللي حواليه. لكن لما تقوليلي ان ابني اتغير بعد ما اتجوز، يبقى انت ربيتي الذكر. ذكر مكتوب في البطاقة ذكر، ما عرفتيش تزرعي جواه يعني ايه راجل، يعني ايه مسؤولية، يعني ايه قوامة، يعني ايه رشد، يعني ايه انا اقدر اشيل مسؤوليه من غير ما اجرح في الناس، يعني ايه ما امشيش ورا كلمه توديني وكلمه تجيبني ابقى راجل منسون. ده تبقي ربيتي راجل زي ما ربنا قال وزي ما النبي قال ان الراجل اخلاق، اخلاق وقوامه. ده الراجل اللي انا اعرفه. لكن تقولي لي ان ابني من يوم ما اتجوز وهو بقى واحد تاني، دي بتعمل له اعمال، دي بتعمل له اسحار، الدوي على الودان امر من السحر. لا، ياما في رجاله ستاتهم بتدوي على ودانهم وما عندهمش، خلاص اول ما بتيجي تتكلم بيقطع. ممنوع، اقفي عند حدك. ربنا قال دي امي، دي اختي، انا ما اقدرش بقولك ايه، انتي ليكي حقوقك تاخديها، وانا دول اهلي، انا حرة انا وهما. ما يسمح لهاش. ده الراجل. لما تيجي تتكلمي بقى وعايزه تشيلي ذنب حد، فكري انتي قصرتي في ايه في تربيته. علمتيه بقى اناني، ما بيفكرش غير في نفسه، ياخد اللي في مصلحته وبس.
لان الانانيه والصفات والطباع بتطلع مع البني ادم من وهو صغير، مش لما بيكبر كده فجاه يتغير. الطبع يغلب التطبع. يعني لو انا طبعي راجل وما بستحملش كلمه على اهلي هفضل طول عمري راجل. لكن لو انا مش راجل اصلا، ما جواش الصفات دي، مش موجوده، ما اتزرعتش جوايا، ما اتزرعش جوايا الاصاله، ما اتزرعش، ما عشتش اشوف الاصول والشهامه والرجوله والنخوه، ما اتزرعتش جوايا، مش هاجي، يعني مش هاجي بقول لك التعليم في الصغر كالنكش على الحجر، كالنكش على الحجر، والتعليم في الكبر كالنكش على الماء. اي حاجه هتمشي اللي انا بعلمه له دلوقتي. وفي الحالة التانية اللي انا بتكلم برضو عنها، انه ممكن يكون حصلت بينك وبين ابنك مواقف كتير انتي خذلتيه فيها، فبالتالي هيهتم ببيته وولاده وملوش دعوة بأي حاجة تانية. حصل بينه وبين اخوه مواقف خذلته، حصل بينه وبين اخته مواقف خذلتها، يبقى ملهاش علاقة بمراته. مع اني وارد، يعني انا بقولك ان وارد ان مراته تكون سيئة، بس مهما كانت سيئة فهي مستحيل تغيره الا اذا كان هو مستعد للتغيير ده، او اذا كان هو من جواه مش راجل. مش راجل، مفيش راجل بيتغير عشان واحدة ست. الراجل راجل، قوامة، شجاعة، يعني حاجات بيتربى عليها. فيبقى القصور هنا يا اما في التربية بتاعته، ما ترباش كويس، انت ما ربيتيش راجل، ما طلعتيش راجل، ما كبرتيش راجل، انت خلفتي ذكر وربيتي ذكر. تاني حاجة انه يكون حصل ما بينكم مواقف سيئة خليته تغير عليكم. يبقى مرميش كده الاتهامات بالباطل على اي حد وخلاص. ربنا يصلحكم يا رب، ويصلح احوالكم ويسعدكم ويجعل بيوت المسلمين عمار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.